عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم جديد في قوام الطيور بتاعتنا. أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة يا جماعة، الناس كتير خالص بتتكلم في موضوع احنا في الحر ومش عاوزين نربي فراخ بيضة أو أي طيور من اللي هي بتخاف من الحر. فقولنا على فكرة كويسة جدا على حاجة تستحمل الحر معانا. جايلكم بقى النهارده نقول لكم ايه الحاجات الطيور اللي بتستحمل معانا الحر، وايه الطيور اللي هينفع نربيها الفتره اللي احنا فيها دي علشان خاطر نتفادى موجات الحر الشديده اللي شغاله اليومين دول. اول حاجه يا جماعه، الحاجه اللي شغاله معانا في الصيف وفي الشتاء بفضل الله، والحاجه دي بتستحمل معاك الحر خالص، هي الحمام. الحمام ده اول حاجه شغاله معانا في الصيف وفي الشتاء وبفضل الله، دي بتستحمل موجات الحر الشديده وموجات السقعه، وده شغال معايا على طول. تاني حاجه بقى، الحاجه اللي ممكن ما تخافيش منها كمان، الزغاليل بتاعتنا كده الاول وبعد كده ايه نكمل. الرحمن الرحيم. تعالي بس متخافيش اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه مطلعتش شعر، عايزة نتصرف فيك والله، بس مش شكلك لسه صغيرة. انت اللي جابك هنا، اطلع برا. والله هنا الكوز اللي طلعته الاثنين طلعوا بفضل الله. تحتك مش عارفة حمام مفتوح من عليك خالص ليه. نقول بقى يا جماعة، تاني حاجة بتستحمل معاك موجات الحر الشديدة هي الفراخ البلدي أو الفراخ عموما، اللي في الأنواع اللي شبه البلدي، فراخ روزي، فراخ بلدي، الأنواع دي كلها بتستحمل معاك موجات الحر الشديدة. ماشي، دي الحاجات اللي ينفع تشغلها معاك في الصيف وفي الشتاء. ايه الحاجات اللي هنتجنبها؟ هنتجنب الفراخ البيضة، هنتجنب الارانب يا جماعه. الارانب ديت ما بتستحملش الحر خالص عشان تبقوا بس عارفين. الرومي برضو مناعته قليله. طبعا لو انت عندك مكان بتهوى كويس، ما بقدرش اقول لك انا، انت اللي تحكمي على المكان وانت اللي تحكمي على ايه تقدري تربي ايه وما تربيش ايه. بس لو عندك مكان متهوي من كل ناحيه، يعني مثلا احنا مهويين عندنا 4 شبابيك، الباب و3 شبابيك، يعني يعتبر 4 اهو. ده متهوي من كل ناحيه، ده يستحمل معاكي جميع موجات الحر. ليه؟ لان انت لو عندك خلايا تبريد برضو بتربي زي ما انت عاوزه. في ناس مصدر رزقها الاول والاخير هي الطيور، ما عندهاش اي مصدر دخل تاني. فانت لو ما عندكيش مصدر دخل غير هي الطيور وعندك مكان مناسب، انا ما بقولكيش ما تربيش، لكن انا بكلمك دلوقتي في الحاجات اللي ينفع تربيها في الصيف وفي الشتاء، وهي اولهم الحمام والفراخ البلدي، الفراخ الروزي معاكي، الفراخ اللي هي بصراحة انا جبت اللي هو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الفراخ اللي هي اسمها ايه مش فاكرة اسمها، بس في فراخ كده نوع مخططة كده، جبتها في الحر، كنت جايبة 50 فرخ ما استحملوش معايا موجات الحر ولا بيستحملوا الشتاء. عاوزين الجو اللي هو بتاع شهر 9 شهر 10، عاوزين الربيع الجو مظبوط. يبقى ايه الفراخ اللي بتستحمل معاكي دلوقتي؟ الروزي والبلدي، والفراخ اللي هي من النوعيات اللي هي اللي كلها شبيهة للبلدي. في الاول فراخ احنا بنقول عليها بلدي، البلد الحر، البلد المهجن، الحاجات دي كلها. لكن الحاجات التانية ما بتستحملش خالص، فخلي بالنا فترة الحر دي. جيبي الفراخ اللي تستحمل معاكي الجو الكويس. يا رب اكون قدرت افيدكم بحاجة، يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، تشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.